السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هنبدأ سلسلة من المحاضرات مع أقوال علماء المسيحية حول صحة الكتاب المقدس، وهنبدأ الآن مع القس منيس عبد النور، وهو بيقول أنه لا يوجد أي أصول للكتاب المقدس. تعالوا كده نقرأ ما جاء في كتاب شبهات وهمية للقس منيس عبد النور حول الكتاب المقدس صفحة 11. هنقرأ ما جاء بالضبط في الكتاب وبعدين نعلق إن شاء الله. يقول النص: لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية، بل النسخ التي نسخت فيما بعد، فمن المحتمل وقوع بعض الهفوات في الهجاء وغيره في النسخ، ولا شك أن أصل الكتاب هو الموحى به، وتعتبر النسخ التي نسخت فيما بعد موحى بها في كل ما كان فيها مطابقا للأصل. انتهى كلام القس منيس عبد النور. طيب تعالوا بقى نحلل هذا النص. أول حاجة يقول القس: لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش أي أصول للكتاب المقدس الآن أبدا، مفيش أي أصول للكتاب المقدس حتى نرجع لها في حالة الاختلاف مع أي نسخة. يبقى لو في نسخة يعني مختلفين عليها وعاوزين نشوفها ان كانت هذه النسخة صحيحة ولا غير صحيحة، عاوزين نقارن بالأصل، مش هنعرف لأن الأصل مفقود وضائع. يبقى لابد من قبول الموجود في أي نسخة الآن بأي شكل دون مراجعة الأصل، لأن الأصل ضائع ومفقود. تاني حاجة يقول القس جملة فمن المحتمل. القس بيقول فمن المحتمل، وده دليل على انه لا يوجد يقين ان النسخ مطابقة للأصل، كلها احتمالات، كلها استنتاجات، كما هو الحال عند النصارى. كل ايمانهم بياخدوه من الاستنتاجات والتكهنات، فيسوع اله بالاستنتاج، والكتب المقدسة مقدسة بالاستنتاج، ومفيش يقين ابدا على صحة المعتقد النصارى. بيكمل القس بيقول في جملة بعد كده في صفحة 11 من كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس: فمن المحتمل وقوع بعض هفوات الهجاء وغيره. فمن المحتمل وقوع بعض هفوات الهجاء وغيره. طيب نسأل سؤال الآن: هل هو شاف الأصل عشان يقارن ان اللي حصل في النسخ كان هفوات؟ ايه اللي أدرى انها كان هفوات؟ ما يمكن مصايب حصل مش هفوات، ولكن طبعا هو لن يقول ان الاخطاء اللي حصلت اخطاء كبيرة وجسيمة، لازم طبعا هيقول انها هفوات. ثالث شيء القس بيقول: تعتبر النسخ التي نسخت فيما بعد موحى بها في كل ما كان فيها مطابقا للأصل. يعني بيقول ان اي كلام موجود مطابق للأصل فهو صحيح، واي كلام غير مطابق للأصل فهو غير صحيح. طيب السؤال الآن: كيف اعرف صحة نص ما ان هو موجود في الأصل او مش موجود؟ يعني مثلا على سبيل المثال، لو انا قلت في أشعية 33:11 يقول النص: تحبلون بحشيش تلدون قشيشا. تحبلون بحشيش تلدون قشيشا مثلا. طيب هل هذا النص مطابق للأصل ولا غير مطابق؟ طبعا محدش هيعرف يتأكد من صحة هذا النص، لأن الأصل أصلا مش موجود، الأصل ضائع. يبقى ازاي هيتأكد؟ طيب يبقى لو أنا بالمثل ادعيت وقلت ان كل هذا الكتاب غير مطابق للأصل، فلا أحد يجرؤ أن يثبت عكس كلامي. محدش يقدر يقول لي لا انت بتتكلم غلط، تعالى هات لنا النسخة اللي معاك، انا معايا الأصل وانا هقرر لك وهثبت لك ان النسخة اللي معاك دي نسخة صحيحة. ليه ما يقدرش يعمل كده؟ لأن الأصل ضائع ومفقود. طيب حياكم الله وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. نلتقي الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.